احلى 100 مسا 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 على اخواتنا الكويسه، ويلا بينا على الفيديو. مساء الخير، عاملين ايه يا رجاله؟ يا سنفر عامل ايه؟ حمدي علي ما علينا منه. المهم يا رجاله، انا حبيت اعمل الفيديو ده وانا لسه راجع من خطوبه ابن عمتي. شاوت اوت لمصطفى اخويا. افراح في مصر، الافراح في مصر دي ماتريال غريب، ماتريال عجيب، ماتريال يقشعر له الاجسام. انت بتدخل فرح مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتقابل ناس لاول مره بتشوفهم، تكتشف ان هم قرايبك. في ناس كتير بقى بتشوف منها، يعني في ناس كتير كده، في عينات كتير انا يعني ما بشوفهاش غير في الافراح والاتوبيسات. مبدئيا انت بتدخل فرح سواء بتاع ناس، يعني الاغلبيه بيبقى ناس قرايبك، يعني فاهمني. وانا اقسم بالله ما قصديش حاجه من اخر فرح انا حضرته بتاع مصطفى عشان بس الكعبله، يعني اتمنى ان تكون بالتالي اهلي ما بيتفرجوش على الفيديوهات. بس المهم، في حاجات كتير بتصادف ان انا مثلا ايه ببقى داخل فالاقي احد قرايبي بيشدني، خد سلم على، تعالى سلم على مش عارف مين، فلان الفلاني. تمام. فالاقي واحده ست كبيره في السن معهاش عكاز مبدئيا، تروح ماسكاني، عامل ايه يا غالي يا ولد يا ابن الغوالي، عامل ايه عارف انا مين؟ لا والله ما اعرفش، لا والله ما اعرفش، استنى بقى، والله والله ما اعرفش. دي بتبقى مصيبه ورا منها بقى ايه. دي الفكره. لا انت عارف بقى المصيبه في ايه لما بقول لا والله ما اعرفش؟ اكتشفت ان اغلب الستات الكبيره اللي في العيله مغيره لي البامبرز، موكلاني، مرضعاني، منيماني، كل ده عندها. في بقى حاجه برضو، يعني بعيدا بقى عن الاشخاص، انا الاشخاص هرجع لهم. في حاجه بقى انا عايز اتكلم عليها. ساعات مثلا ايه الراحه اللي في نص الفرح دي، لما الاكل الاطباق بتيجي تتوزع. ساعات الاطباق، يعني دي معلومه انا عرفتها من حد شغال هناك، هم بيوزعوا الاطباق على عدد اقل من اللي على الترابيزه عشان يوفروا للناس الباقيه، ولو اتبقى اكل هم اللي ياكلوه. بس تخيل يعني انا ببقى مثلا قاعد والدنيا بقى ملمومه، الترابيزه حوالين مني، واحنا مثلا بتاع 6، انا في 5 اطباق نزلت قدام اللي حوالين مني، وانا ما بجور حرفيا. انا حرفيا في طبق ما نزليش، فاهم؟ فانا بعمل نفسي ايه اللي هو ايه، يا ترى الريال عمل ايه في ماتش السنغال السنه دي. انا حرفيا بشغل نفسي في اي حاجه. ضحكك، اقول لك على حاجه تضحكك. مره كنا في خطوبه واحد صاحبي اسمه زياد، فاحنا كلنا رايحين، احنا مفيش حد فينا لابس بدله، هو واحد صاحبنا بس اللي كان لابس بدله اسمه مصطفى. رحنا، فالاطباق نزلت وبتاع، فاحنا محدش تف على ترابيزتنا. ومصطفى كان لابس بدله بقى ايه شيك، فاهم؟ يعني كانه اخو العريس. قال استنوا اقسم لكم بالله انا ما جبت لكمش انضف من الاكل اللي بياكلوه ده، انا يبقى بحق. وفعلا مصطفى راح 10 دقايق بالظبط، لقيته جاي ومعاه الواد ده شايل الرشاقه، منزل لنا اطباق بزياده. مصطفى لما جالنا بالاطباق وكل الكلام ده، احنا استغربنا انت عملت ايه يا ابني وبتاع. وللعلم مصطفى مش الصداقه اللي هي مع زياد، يعني مصطفى اتعامل معاه مره مرتين، ومصطفى هو اللي جابنا الفرح عشان معاه عربيه يعني. فقال لنا بكل بساطه انتم من اخو العريس، وهم صدقوا عشان البدله. بالنسبه بقى للدي جي بتاع الافراح، مبدئيا هو بيبقى متارجت 2، وفي واحد معين هو اللي بيبقى متقل عليه، حكيم والليسي. والليسي اكتر، فاهم؟ الليسي يروح ايه بقى، تيجي مره كده في دماغه يقول ما اجرب اغير، فيشغل اغنيه انت عارفها وبتحبها وفي حته ترند انت حافظها، تمام؟ خلاص بقى انت ايه بقى بتسخن، والحته اللي انت بتحبها جايه، فتلاقي الدي جي ايه القرف اللي انا عملته ده. مره واحده تلاقي في وكمان بقى ايه مشكلتي مع بتوع الدي جي، اللي هو ايه مثلا اصحاب العريس يرفعوا ايدهم فوق ايه. يا اسطى احنا في 2026، انت بتعمل ايه؟ فاهم؟ وايدينا فوق ايدينا فوق ايدينا فوق. يعني حرفيا الحل الوحيد اللي ممكن تبقى ايدي فيها فوق ان انا ايه ابقى جاي لك ايدي تبقى فوق وروح نازله على وشك.
وبيبقوا دايما ماسكين مايكات زي دي، فاهم؟ فعشان كده ايه احنا جبنا مايك. انا عامة يعني فعلا فقعت من الفرح. انا الدي جي بعد ما عرفني قلت له يعني بص ربنا يوفقك يا رب وبطلها شغلانه، ورحت شاد المايك وطلعت اجري. تمام. عامة يعني هو لحد دلوقتي ما يعرفش انا من قريب مين. المشكله الكبيره ان الاتنين بيقولوا احنا ما نعرفوش، فالحمد لله يعني. انا بقى عندي مشكله تانية الا وهي الاطفال. الاطفال في الفرح دي مشكله كبيره. اه حرفيا يعني مثلا انا بلاقي لك في دبانه بلاقي سرب كده طالعين يجروا، طالعين يجروا ولاد وبنات ولاد وبنات، فاهم؟ اه بقول لك ايه، قبل ما العرس والعروسه يجي انت تلاقي عيل قاعد لك كده، فاهم؟ بقى إيه لما الفرح يشتغل انت. قسما بالله انا عطلت الفرح نص ساعه عشان كنت قاعد على الكشك. انا قصدي فاهم قصدي، الراجل قاعد مستني عشان يدخل، الدخله كلها واقفه على علي بيعيط. انا لما جيت عليه كنت دخلت على علي هذه اللحظه. لا بص بقى، مشكلة في حاجة تانية بقى لما الفرح يشتغل والدنيا هايصة وكله بيرقص، انت بتلاقي العيال الصغيرة في 3 حالات. يا اما السرب اللي قاعد بيجري ورا بعضه ده تاني، فجاه بتلاقي ان انت بقيت الكعبه في لحظه. بيطوفوا حوالين مني. اقسم لك بالله كان في عيل عمال يلف حوالين مني لدرجة ان انا كنت هدوخ. واما بتلاقيهم بيعملوا بريك دانس، فاهم؟ تلاقيه بينط اه. اما بقى ايه تلاقيه الفرح ساعة، طول الفرح طول الساعة عامل كده. عارف انت رضوان البرنس؟ اقسم لك بالله رضوان البرنس، يعني رضوان البرنس كده انما ده طول الساعة كده. لا رضوان البرنس في جريمه بتحصل، فاهم؟ من الالف للباء. فاهم؟ ولما تقول له يا حبيبي ارجع مكانك، او لما تقول له يا حبيبي ارجع مكانك، او لو بتحصل حاجه، ماما قالت لي صور الفرح. يا ابني يا ابني، ما انت هيجي عليك يوم انت وماما هتروحوا لاصحاب الفرح. ي... بقول لكم إيه، مش احنا جبنا مش احنا جبنا الفرح بتاع الواد ارزخانه؟ ايه ده بجد؟ الساعه طول العزومه بعد الفطار او بعد الغداء قعده للفرح، عشان لو حد ما جاش يعني باي ذا واي. فاهم؟ يعني اقسم لك بالله الموضوع ده بقى، يعني بقول لك ايه، الموضوع ده مش عند قرايبي، الموضوع ده مش عند قرايبي، لا ده كان عندنا احنا كمان. انا ابويا الله يرحمه، لا هقول لك على حاجه بقى، بابا الله يرحمه اقسم لك بالله ايام الكمبيوتر زمان زمان كان في الكمبيوتر ملف اسمه افراح. ملف افراح ده شايل من اول فرح اختي لحد فرح بنت عمة خالة ابويا والواد. بقول لك ايه اقسم لك بالله، في مره بفتح الملف زمان وانا صغير، لقيت فرح الصبي بتاع ابويا. اللي هو بابا انت شايل الفرح ده عندك ليه؟ الحاجه الوحيده المشتركه في الفيديوهات اللي كان ابويا مسيفها عنده على الكمبيوتر دي كلها، ان انا كان بيبقى في حته انا طالع اهبل، يا اما باكل يا اما قاعد بتنطط، فاهم؟ وكله بيعقب على الحته دي اللي هو ايه. ايه ده يا حماده؟ يعني الاقيهم بيعزموا عليا، تعالى يا حماده اتفرج على الفرح وبتاع. لا شكرا. ليه يا ابني؟ لا شكرا والله. انا مخنوق، انا كنت مخنوق في الفرح ومش طايق نفسي. ليه عايزين نتفرج عليه تاني يعني؟ فاهم اللي هو انت ليه وشك كان كشري هنا يا حماده؟ فاهم؟ انت متغاظ من العريس. انت متغاظ من العريس، فاهم؟ وفي حاجه كمان انا بلاحظها، انت بتلاقي في واحده ست اقسم بالله مشتركه في كل الافراح، ان هي داخله بعكاز اول ما في اغنيه جامده تشتغل هوب، اقسم لك بالله بلاقي في بريك دانس بتعقب. لا وبترقص اللي هي فاهم اللي هو كده، فاهم؟ وممكن تمسك تحطها ورا ظهر العريس، فاهم؟ والله العظيم حصلت، اقسم لك بالله حصلت قدام مني. والله بتنزل بالعريس، تلعب بالعريس، ممكن تنزل، ممكن اصلا فاهم قصدي، ممكن من الحماس ومدخلها الشومه دي. اقول لك ايه يا ابني، انا في فرح ما مش فاكر مين، كان في شخص كفيف، والشخص ده كان قاعد لحد ما في اغنيه اشتغلت مره. انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيال. النضاره اتكسرت ولا عامة ربنا يشفيك يا استاذ. راسل سلو. عامه انت بتلاقي العريس والعروسه و40 زوج من الذكور بيرقصوا مع بعض، مفيش حرمه، تمام؟ ومن النوادر او من حالات الشذوذ اللي بتحصل تلاقي واحد ومراته او واحد وخطيبته بيرقصوا. حرفيا في الحاله اللي احنا فيها دي حاله الشذوذ، فاهم؟ ليه ال 40 زوج من الذكور دول جايين يشقطوا من صحاب العروسه مبدئيا، فاهم؟
مفيش حد و... وبص هقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه كمان، في حاجه عايز اقول لك عليها بقى. انت بتلاقي مثلا ايه اللي بيرقص مع واحده، ده حاله من الحالات اللي هقول لك عليها، يا مراته من النوادر، خطيبته جايه من وراء اهلها او معهاش اهلها فعرفوا يرقصوا، يا اما واحد مع امه، يا اما واحد مع احدى افراد قبيله العيله اللي هي اكبر منه، محارم فاهم. حاجه من المحارم اه تمام. بتيجي بقى لحظه ايه من اللحظات يعني المفضله لقلبي، الا وهي يا سهر الليالي بتاعت فيروز. مش لان انا بحب الاغنيه، لا بحب الاغنيه دي لما بتشتغل عشان دي القفله خلاص، دي النهايه فاهم. يعني انا حرفيا بحب اللي هو يا سهر الليالي، عشان انا عارف ان بعد ما الاغنيه دي تقفل انا همشي، انا هطلع اجري على اول مشروع يروح على العجمي وارجع البيت انام. بص بقى في ايه، في المواقف الغريبه، ان انا مثلا ايه في شوارع انا بعدي منها كاجوال عادي يشوفوني بالبدله، عريس عقبالك بتاع فرح مين ده، عايز ايه؟ مبدئيا فاهم. والقرف اللي اكتر بقى تبقى انت ايه مثلا، انت لو في اسكندريه وجيت تجرب تركب محطه الرمل يوم الجمعه بعد الساعه 12 بالليل، انت هتفهم المعاناه. فما بالك تبقى انت بالبدله وبتقعد تجري على المشاريع. والله العظيم انا اهو بالبدله النهارده وانا وحسن اخويا، الاقي مشروع جاي هنوفيل بشو، انا بجري في الستره كده فاهم، ولي لك 3 بنات، ال3 دول لحد اما ركبوا مستلميني انا بص بيجري ازاي، بص بيجري ازاي، بص لابس ازاي بيجري. في حاجه نسيت اتكلم عنها مهمه جدا، مهمه في غايه الخطوره. انت طبيعي القاعه مخصصه لك واحد يصورك 20 صوره او ايا كان العدد، انت بتضطر تصرف تجيب واحد يصورك تمام. في بنت بتبقى لابسه فستان ازرق او رصاصي او اخضر، ما بيطلعش بره ال3 دول. اقسم لك بالله البنت دي بتبقى مستلمه الواد المصوراتي فاهم، اللي هو ايه بقول لك ايه تعال صورني وانا مش عارف قاعده فين، والواد يا عيني فاهم. ف اذ حاله من الشذوذ بتحصل، الا وهي ان الواد المصوراتي صور 2 رجاله ولا حاجه، فبكل صفات نيه تتحط ازاي دي، اللي هو بقول لك صاحبي انا عايز اخد الصور، هاخدها امتى ولا اخدها ازاي؟ هتلاقيها مع العريس يا صاحبي ويبقى تاخدها منه. ممكن عايزك كنت شفته مره في 2036. المشكله بقى في ايه، المشكله في ايه، البنت بقول لك هو انا هاخد الصور ازاي، خدي رقم 010 ايه رقمك ما بتكشفش على الرجاله طيب على حاجه. ده بس ده كان في افراح قديمه ومن النوادر بشوفها حاليا يعني، ان مثلا دخلت العريس والعروسه نسالك فاهم اسماء الله الحسنى شغاله فاهم، ومره واحده حول الباطين لو خصمته فاهم. انت ايه في ايه فاهم. لا وتلاقي بقى مثلا ايه يعني البادجت بتاع الستات الكبار فاهم، يعني هما يا ستات كبار، يا عمتك وخالتك، يا خالتك وامك، يا عمتك وامك، ما اعرفش ازاي فاهم، مع ان بيبقى في حرب فايبر ما بينهم، بس تلاقيهم بيرقصوا ازاي مع بعض، تعالى علي. في حاجه بقى، قرايبي لما بيشوفوني ان هم اكيد ما قبل الفرح ده بقالهم كتير ما بيشوفونيش، حماده عامل ايه دلوقتي يا حبيبي. طبعا انا مش قصدي قرايبي. انت ليه خاسس كده، انت فين دلوقتي، شغال ايه دلوقتي، عملت ايه في دراستك. تمام الحمد لله يعني نجحت وطلعت الاول في الثانوي، دخلت كليتي لا ما حصلش نصيب، يا حرام. يعني انت مستنيه ايه طيب، ايه اه انا شايفه لك عروسه وبتاع، لا معلش انا في الجيش دلوقتي. يا حبيبي انت دخلت الجيش، بقالي سنه. يا نهار ابيض بقالك سنه، انت داخل كام سنه، داخل يعني داخل زي ما داخل يعني فخلاص فاضل قليل. ولا خلص وعروستك عندي، انا مش عايز اتجوز دلوقتي يعني. فعلا صلة القرابة دي بتحصل فعلا، ان انا بلاقي مثلا ايه احد قرايبي تعالى سلم، اهلا وسهلا مين، لا بجد اللي هو تيجي تعرفني سلم بتاع، دي بنت خالة عمة ميتين 3 ميتين أهلك. اللي كانت مسافرة في العراق. سافرت العراق امتى، في سنة 2000 2005،
ثواني يعني مش ده ايام صدام حسين وايام القصف ومش عارف ايه، يعني اتمنى ان انا بكون بقول المعلومه صح. ما شاء الله ولسه عايشه. هي كانت عايشه فين؟ تلاقيها كانت عايشه في مكان الصاروخ نزل فرتك ميتين اهل كل اللي موجودين، وهي اللي عايشه، هي وجوزها وعيالها. كملوا الناس في نهايه الفيديو احب اقول لكم يا ريت يا ريت ما تتجوزوش، او لو هتتجوزوا ما تجيبوش. اه في اخر الفيديو ما تعزمونيش، في اخر الفيديو ما تعزمونيش. يا اما ما تجيبوش العيال الصغيره وما تجيبوش الناس الكبيره، فاهم؟ يا اما لو جبت كل دول يبقوا كل دول قاعدين هاديين بس. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اقول ايه؟ يا مسا عليكم يا